السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. سيدة سألتني في العيادة، قالت لي يا دكتور أنا حامل في توأم، هل لازم أعمل ربط العنق الرحم؟ لأن أنا كشفت بره والدكتور قال لي لازم أعمل ربط. هنتكلم دلوقتي عن إمتى الست تعمل ربط العنق الرحم وإمتى ما تعملش ربط. في حالات بيجب فيها عمل ربط. إيه الحالات دي؟ إن الست تكون حامل في جنين واحد قبل كده وحصل ولادة في الثلاث شهور الوسطانيين أو الأخرانيين، يعني من الشهر الرابع لحد الثامن الجنين نزل صاحي، فتح عنق الرحم والسيده ولدت طبيعي. الست دي لازم اقول لها اعملي ربط العنق الرحم، ودي بنسميها الهيستوري انديكيتد، يعني التاريخ بتاع الست دي قال انها عندها ضعف في عنق الرحم اللي هو الباب اللي بيقفل على الجنين، ودي لازم نعمل ربط. الحاجه الثانيه ان انا احيانا في الحالات المتعدده او التوائم او الجنين الواحد حتى بنقيس طول عنق الرحم. لو لقينا طول عنق الرحم اقل من 2.5 سم يبقى معناه في قصر في طول عنق الرحم. الحالات دي ما بجبرهاش على الربط، لكن بنعمل حاجه اسمها كونسلنج، يعني بعرفها ايه ميزات الربط وايه عيوبه وممكن نعمل او ممكن ما نعملش. الحالات دي لازم تاخد هرمون بروجسترون مثبت طول الحمل، والبروجسترون في منه اشكال كتير، زي في منه الحقن، في اللبوس، في الحبوب. كل سيده لها ما يناسبها في استخدام الادويه دي. طبعا الحالات اللي عندها عنق رحم قصير دي اللي يلزمها الراحه طول الحمل، ما يبقاش فيه مجهود وسفر وطلوع ونزول وجري ومجهود كتير، لان ده كل ده بيضع حمل على عنق الرحم. التقييم الصحيح للسونار بنعمله تقريبا من 8 إلى 12 أسبوع. بنقيم عنق الرحم بالسونار المهبلي وبنقيسه طوله، ولو محتاجة تعمل ربط بنعمل الربط. الربط عبارة عن هو غرزة دائرية حوالين عنق الرحم. له ميزات ان هو بيعمل سبورت لعنق الرحم، له عيوب ان ممكن يحصل معاه التهابات مزمنه، عشان كده لازم الست تقريبا كل اسبوع، كل 3 اسابيع او كل شهر بتاخد جرعه لعلاج الالتهابات. الحاجه الثانيه ان هو بيعمل تقل مزمن تحت، لان هو ده بيعمل ضغط شويه لعنق الرحم فبيعمل لها وجع مزمن زي وجع الدوره كده، لكن ما بيبقاش وجع شديد. الحاجه الاهم من كده ان لازم مع الربط، لو الست هتولد طبيعي لازم الربط يتفك في اول الشهر التاسع علشان الست تولد طبيعي، ولو هتولد قيصري لازم يتفك مع الولاده القيصريه. في راي تاني ان احنا ممكن ما نفكوش ويتساب مره او 2 و3 لما الست تخلص ولادتها كلها وبعدين نفكه. الرعايه للربط ان لازم ما يحصلش عليه التهابات خالص، لان لو حصل التهابات بقى الربط مصدر اذى وليس مصدر نفع. المتابعه للست اللي عامله ربط لازم تتابع كويس مع الدكتور، ولازم ما تسيبش نفسها عندها طلق او وجع. ممنوع الطلق او وجع لاي سيده عندها ربط. وفي نهايه الفيديو بنقول لكم ربنا يتملكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.